كنت سامع خطى حد بيمشي ورايا رغم إني كنت لوحدي تماما. دي كانت الجملة اللي قالها كمال قبل ما تبدأ أغرب وأرعب حادثة عاشها في حياته، واللي لحد النهاردة مفيش تفسير واضح ليها. ودي قصته الحقيقية زي ما رواها بنفسه، قصة حقيقية حدثت سنة 2014 في الإسكندرية. كمال كان شاب في أوائل العشرينات، اشتغل فترة في شركة صغيرة وكان محتاج مكان يقعد فيه لوحده علشان يقرب من شغله. لقى شقة إيجار رخيصة جدا في عمارة قديمة في منطقة كليوباترا. الشقة كانت في الدور الأخير، الدور السادس، من غير أسانسير. من أول يوم حس إن في حاجة غلط، بس ما كانش فاهم إيه هي. سكون العمارة كان خانق، وكأن كل السكان بيناموا بدري بشكل غريب. السلم ضلمة حتى بالنهار، واللمبات بتطفي لوحدها. لكن اللي خلاه ينسى كل ده هو منظر الشقة، واسعة هادية وببلكونة كبيرة بتطل على شارع واسع. الإيجار كان مغري زيادة عن اللزوم. في أول ليلة وهو بيجهز سريره سمع صوت خطوات هادية في الصالة. راح يبص، مفيش حد. افتكر إن ممكن يكون صوت جاره فوقه، لحد ما افتكر إن هو أصلاً ساكن في آخر دور. نام وهو مضطرب. الساعة 3 الفجر صحي على صوت حد بيتنفس جنبه. فتح عينه بسرعة، نور عمود الشارع داخل من الشباك. مفيش حد، لكن النفس كان واضح قريب جدا. وراسه اتلج من الخوف. قال لنفسه أكيد تخيل. يوم ورا يوم بدأ يسمع أصوات جر أثاث من السقف، والعمارة أصلا فاضية فوقه. مرة تانية سمع حد بيخبط على باب الأوضة من جوه وهو واقف خارجها. الباب كان بيتهز كأنه في حد وراه. في يوم وهو راجع متأخر قابله راجل عجوز ساكن في الدور الأول. سأله عن الشقة وهو بيضحك. انتوا لسه محدش قالك؟ كمال اتوتر. قال لي ايه؟ العجوز رد بهدوء، ولا حاجة، بس خليك قافل الباب كويس بالليل. ومشي من غير ما يكمل. الليلة اللي كسرت كل حاجة. الساعة كانت 2:45 صباحا. كمال كان صاحي مش قادر ينام. فجأة اتسمع صوت باب الشقة الخارجي بيتفتح ببطء. مع انه قافله بمفتاحه ومتأكد، خرج للصالة وهو ماسك موبايله عشان ينور. الباب كان مفتوح شبر صغير، وورا الشقة كلها مفيش هوا، مفيش حد. كان اللي جمد الدم ثاروقه كان أثر قدم مبلولة يبدأ من عند الباب ويدخل جوه الشقة لحد أوضته. كمال وقتها حاول يتراجع، لكن سمع صوت نفس حد واقف جنبه على يمينه، واضح، بطيء، تقيل، مع إنه ما كانش شايف حد. موبايله وقع من إيده، والجهاز نور الشاشة على الأرض، وانعكس ضوء خفيف على وش حد واقف في زاوية الصالة. وش شاحب، عينه سودة ثابتة عليه. كمال جري بره الشقة من غير ما ياخد حاجة. نزل السلم كله وهو بيترعش. ليلة كاملة قعد تحت العمارة مستني النهار يطلع. تاني يوم جمع حاجته بسرعة وخرج. رفض يقول لحد ايه اللي شافه بالظبط، بس الراجل العجوز وهو شايفه ماشي قال له محدش بيقعد هناك أكتر من أسبوع. الشقة دي ما بتحبش حد. من يومها والشقة فاضية، والعمارة بقت معروفة إنها ملبوسة. والخطوات اللي كانت بتتسمع لسه الجيران بيقولوا إنها بتطلع بالليل.